عارف سيدنا موسى طلب من ربنا سبحانه وتعالى عشان يقف قدام قوم فرعون ايه؟ لا طلب منه مال ولا طلب منه جيش ولا طلب منه قوة. قال له يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تخيل ده طلبه من ربنا. ساعات بتحس ان انت لو معاك مال الدنيا هتغير الدنيا، ساعات بتحس ان انت محتاج جيش، قوة تخليك تسيطر على العالم، لكن بعد وقت بتلاقي ان اجمل حاجة تطلبها من ربنا ان ربنا يهدي لك قلبك، يشرح صدرك، ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بانك تتكلم قدام الناس وتقدر توصل اللي انت عايزه، ان ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بتيسير الامر. فاطلب من ربنا ان ربنا يهدي لك قلبك، اطلب من ربنا ان ربنا ييسر لك حالك، اطلب من ربنا يا ابني ان ربنا يبيض وشك وانت بتتكلم مع الناس، واعرف ان دي اغلى حاجة ممكن تخليك تغير العالم كله. لا فلوس ولا مال ولا قوة، ادعي ربنا دايما وافتكر اغلى دعوة: يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري.